السلام عليكم ورودي ومرحبا بكم معايا في وصفة اليوم، ومرحبا ايضا بالاشخاص اللي اول مره كيزوروا قناتي. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنسوش الضغط على الزر الاحمر، زر الاشتراك، وكذلك تفعيل الجرس باش هكذا توصلوا بجديد كل وصفات. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم رولي بالخضر، كيجي لذيذ وصحي وبحشوه جد اقتصاديه ولذيذه ايضا. باش تعرفوا معايا طريقه تحضيره وايضا مكوناته، ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو الى النهايه. ودابا بسم الله على بركه الله. المكونات: عندي 2 قرعات اللي كيكونوا محكوكين، يعني الكورجيت اللي كنكون حكيته في هاد الحكاكه، الجهه اللي كيكونوا العيون ديالها كبار كيف ما كيتضح لكم على الفيديو. عندي ايضا 2 جزرات او خيزوات محكوكين ايضا، وعندي 2 بيضات، 2 ملاعق ديال النشا، وبصله كبيره اللي كنكون حكاها ايضا، وعندي 3 بطاطس محكوكين ومستقطرين جيدا من الماء. عندي فلفله حمراء كنكون مقطعه قطع صغيره جدا، القليل من المعدنوس، و2 فصوص تاع الثومه محكوكين. وعندي هنايا جبن مبشور، الجبن محكوك. انا هنايا استعنت بجبن بلوك لافاش كيري، صراحه كيجي رائع في مثل هاد الحشوات. حكيت النصف واحتفظت بالنصف، ان شاء الله غادي نستعن به في التزيين. دابا بسم الله على بركه الله. كنجيب واحد الطاسه كنوضع فيها البطاطس ديالي اللي كنكون جيدا مسقطراها من داك الماء ديالها للاشاره. كنضيف ايضا البصل، الكورجيت، وايضا الجزر عاودت 2 مرات ماشي مشكل. ايضا كنضيف الفلفله والمعدنوس والثوم، وكنضيف الجبن ايضا المبشور، والبيض حتى هو كنضيفو. دائما البنات الا بغيتو تضيفوا البيض على اي حشوه او لا الكيك دائما جربوه، باش الا كانت شي بيضه فاسده ما تضيع لكمش المكونات الاولى اللي سبق لكم وجمعتوها مع بعضها. كنضيف 2 ملاعق من النشا، 2 ملاعق كيكونوا غير صغار، ما ذكرتهاش لكم. وبالنسبه للتوابل كنضيف القليل من الملح، القليل من الابزار، وكنخلطهم مع بعضياتهم جيدا حتى كيندمجوا ليا المكونات ديالي. من بعد ما كيندمجوا كنخليهم على جنب، وكندوز باش كنجيب واحد الطاوه اللي كنكون مغلفاها بورق الزبده. كنصب عليه هذاك الخليط ديالي وكنبدا كنوزع فيه بشكل متساوي، ومن الاحسن يعني بشكل يكون طولي، يعني تكون على شكل مستطيل، ما تكونش مربع، تكون مستطيل باش منين نصوبوا بها الرولي تجينا هي هذيك. كنوزع الكميه اللي عندي كاملها ديال الخضروات ديالي وكنسطحهم على واحد المستوى كيكونوا. من بعد مباشره الى الفرن مده 15 دقيقه. في هذا الاثناء كندوز باش كنحضر الحشوه، والحشوه كتبقى على حسب الرغبه والاختيار ديال كل سيده. انا هاد الحشوه مجرد اختيار وفكره غنشاركها معكم فقط. عندي 2 مطيشات اللي كنكون حكاهم، وعندي ايضا القليل من دوك القشاوش ديال الدجاج، الله اكبر. وعندي ايضا شويه ديال المعدنوس، وواحد الفص تاع الثومه صغير في مقلاه. كندير شويه تاع الزيت، ايضا الطماطم ديالي اولا مطيشه، شويه تاع المعدنوس، وداك شويه القلب والكبده والقنصه، كذلك ابزار، كركم، سكنجبير، وشويه ديال التحميره. كنخلطهم مع بعضياتهم حتى تشحر ليا مزيان ديك الحشوه ديالي، وكتصبح على هذه الشكله اللي كتضح لكم على الصور. صراحه كتجي لذيذه هاد الحشوه. يمكن لكم ديروا ايضا بالطون، يمكن لكم ديروا على حسب الرغبه والاختيار ديالكم. ها هو الرولي ديالي من بعد ما طاب، من بعد مرور 15 دقيقه كنعمروه بالحشوه كيف ما كيتضح لكم. ومن بعد كنبدا كنرولي فيه غير بالخاطر بشويه بشويه حتى كنتهي من التشكيل ديال الرولي ديالي. من بعد كنحطو في الوسط كيف ما كيتضح لكم، وكنجيب داك الجبن ديالي اللي احتفظت به في الاول كنحكو بالحكاكه على الوجه ديال الرولي ديالي. ومن بعد كنرجعو للفرن مده تقريبا 5 دقائق 7 دقائق حتى كيذوب لي داك الجبن على الرولي ديالي. وها هو دا كيصبح جاهز على هذه الشكله. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم والاختيار. انا هنايا زينت بالقليل من الزيتون وشويه ديال المعدنوس، وايضا الجبن ديال الساندويتش، يعني زينته بهذوك طبعته بديك الطابع، درت دوك الوريضات وزينت بهم الوجه. هذا هو الشكل.